في نوع من الستات أول ما تقابلها تحس إنها مثالية جذابة وذكية وواثقة من نفسها بطريقة تخطف العقل. بس لأ، ده انت في علاقة مع زلزال نفسي بيدمرك واحدة واحدة وانت مش واخد بالك. النهاردة هنتكلم عن الست النرجسية، الست اللي ممكن تبان ملاك لكن تصرفاتها تخليك تشك في نفسك وتفقد ثقتك وتحس انك مقصر مهما عملت. جوزها مش عايش، ده بيصارع كل يوم علشان يرضيها، علشان بس يكون متزن نفسيا. في كلام مهم لازم يتقال وفي حقائق لازم تتعرف. لو انت راجل متجوز ست نرجسية او حتى شاكك انها كده، الكلام اللي جاي ده علشانك. خد نفس وركز علشان احنا هنكشف الستار عن واحدة من اصعب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك. بس قبل ما نبدأ تابع الفيديو للنهاية علشان في كلام مهم جدا، واعمل لايك للفيديو علشان صوتنا يوصل لكل الناس. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضارة صوت. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ فيديو النهاردة. يعني ايه ست نرجسية؟ الست النرجسية مش بس مغرورة او شايفة نفسها، دي شخصية شايفة انها محور الكون وبتحاول دايما تتحكم في اللي حواليها. بتحب الاعجاب وبتتضايق جدا لو محدش مدحها. غالبا بتنتقد جوزها او تقلل منه علشان ترفع من نفسها. وممكن تكون جذابة في الاول وبتديك احساس انها مثالية، لكن مع الوقت بيظهر وشها الحقيقي. صفات الست النرجسية: بتحب السيطرة، لازم هي اللي تقرر حتى لو التفاصيل بسيطة. يعني مثلا عايز تعزم اهلك، هي اللي تقرر مش انت، علشان تكون راضية عن اللي بيحصل. او مثلا عايز تشتري لنفسك لبس، هي اللي تقولك، لكن انت لو قررت تشتري من نفسك مش هتوافق واليوم مش هيعدي. ما بتعترفش بغلطها، دايما تقلب الترابيزة وترمي الغلط عليك، وعمرها ما بتعتذر بسهولة. مثلا انت عرفت انها بتخبي فلوس من وراك، هتقولك ما انت اللي حارمني، مش بتأكلني، مش بتلبسني، المهم تقلب الغلط عليك انت. بتلعب على المشاعر، ممكن تبين انها مكسورة او مظلومة لمجرد انها تكسب التعاطف. تعمل مصيبة ودموعها اسهل حاجة عندها علشان تخرج من اللي عملته. بتغير غيرة مش طبيعية، بتغير من نجاح اي حد، بتغير من حياة الناس لو حياتهم احسن من حياتها. بتغير من اهتمام جوزها بحد غيرها حتى لو الحد ده اخوه او اخته. مثلا اخو جوزها تعبان وجوزها اهتم بيه وهيوديه للدكتور، الغيرة تشتغل وتقوله وديني للدكتور معاه. او مثلا اهتم باخته وراح ياخدها من بيتها بعربيته، تتضايق جدا وتتخانق معاه وتقوله اختك تيجي لوحدها، ليه تجيبها بعربيتك. تتضايق لو حد اشترى حاجة جديدة مش عندها. شخصية صعبة لأبعد الحدود. مفيش عندها احساس. يعني ايه؟ مش بتحس بالناس ولا بمشاكلهم ولا بتحس بمشاعر جوزها او مشاكله، المهم تحقيق رغباتها. مثلا في مشاكل عند جوزها في الشغل، مشاكل مادية، مش مهم، المهم عايزة فلوس اجيب لبس، عايزة اخرج فسحني. طيب في مشكلة حصلت مع حد من اهل جوزها، اخت جوزها، اخو جوزها، ماليش دعوة، اخرج واتبسط والمصيبة صاحبها اللي بيشيلها. في انتقاد مستمر. يعني ايه؟ مهما جوزها حاول يراضيها دايما تحسسه ان في حاجة ناقصة. مثلا بيخرجها كتير، جت فترة انشغل في شغله تحسسه انه عمره ما خرجها. او مثلا بتاكل احسن اكل، ظروف صعبة معاه شوية تحسسه انه مش بيأكلها خالص وانها محرومة. دايما تحسسه انه مقصر معاها ومع ولاده. تأثير ده على الزوج ايه او على الراجل بصفة عامة؟ الراجل اللي متجوز ست نرجسية بيحس انه تايه، مش واثق في نفسه، بيعيش في ضغط مستمر، مهما حاول يرضيها مش عارف. ممكن يحس بالوحدة حتى لو عايش معاها. ساعات بيوصل لمرحلة انه بيشك في نفسه طول الوقت ويقول يمكن انا اللي غلطان، يمكن انا اللي مقصر. ولو انت شخصية ضعيفة هتدمرك. طيب اتعامل معاها ازاي؟ افهم الاول، افهم ان دي شخصية نرجسية مش مجرد زوجة صعبة، وبالتالي لازم تتعامل بحذر. حدود واضحة، لازم تحط حدود واضحة، تقول لا لما تحس انها بتستغلك او بتضغط عليك نفسيا او عايزة تسيطر عليك. ما تجادلش كتير، الجدل مع الشخصية النرجسية ملوش اخر، عاملها بالمعاملة اللي تستحقها. ما تتنازلش علشان ترضيها، ووصلها لمرحلة ان هي اللي تتنازل.
اكسر الغرور اللي جواها. انك تراضيها دي مش مقياس لحياتك، وانك تكون متزن نفسيا خالص. انت كده بتدمر شخصيتك قدامها وهي بتتعمد ده. لو في اطفال احميهم، حاول تحمي اولادك من تأثير تصرفاتها، خصوصا لو بتنتقدك قدامهم وبتقل منك. امنع ده فورا. مثلا هو بابا بيجيب حاجة؟ بابا مش بيخرجنا؟ ما تطلبوش من بابا حاجة لانه مش هيجيب. امنع ده فورا. او مثلا بتحسسهم انهم اقل من اطفال تانية، ودايما تقارن بينهم وبين الاطفال وتقولهم ده اشطر، ده احسن. غلط، كل ده غلط. الشخصية النرجسية مرهقة جدا والتعامل معاها مش سهل. لو انت راجل متجوز من ست نرجسية، لازم تفهم انك مش مجنون ومش مقصر ومش ضعيف، لكن محتاج تتعلم ازاي تتعامل معاها. ومهم جدا تفهم ان الحب الحقيقي مش وجع مستمر ولا نقد دائم. العلاقة السليمة فيها احترام، تعاطف، تفاهم، تقدير لشخصك ولأي حاجة بتعملها لها، وأي حاجة غير كده تستحق وقفة. وخد بالك، مش هتنجح في حياتك طول ما انت خاضع ليها، متنازل، ضعيف قدامها. لازم تغيرها. المشكلة مش عندك، المشكلة فيها هي عندها اضطراب في الشخصية بيأثر على اللي حواليها وخصوصا جوزها وأولادها. وبس كده. لو الفيديو عجبك دعمني بلايك، ولو انت بتتابعني على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة، ولو بتتابعني على اليوتيوب اشترك في القناة. وعايزة اقول حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه متقالش. سلام.